عن قصة أحداث مسلسل الكينج. ما اكيد مش هتفضل مكشر لنا كده على طول. ربنا يخليك ليا يا حمزة. مدغدغ يا بت يا لهوي قوي يعني والنبي. لا يا بت احنا في ملاهي. شاب مصري بيلاقي نفسه في قلب شبكة من شبكات العصابات الدولية اللي بتتحول فيها حياته من شريك إلى مطارد، اللي هيخليه يخوض تحديات ومعارك خطيرة بيحاول فيها التغلب عليها. اخوك شكله مغوط في الشمال لحد كتافه. ايه ده؟ نشوف خلال الاعلان ان محمد امام بشخصيه حمزه الدباح وهو بيتكلم وبيقول ان هو ما كسبش اي حاجه في حياته، وان شخص هو لا معاه فلوس ولا حتى متعلم. اللي قدامك ده ما كسبش ولا حاجه في حياته، لا فلوس ولا عيشه ولا تعليم. ابعد يالا. طبعا خلال الاعلان بنشوف الشخصيات الكتير اللي ظهرت وهتكون متواجده معانا خلال وعلى مدار الاحداث والحلقات، منهم الفنان عمرو عبد الجليل اللي هيكون قايم بدور بدير الجيوشي. انا لولا مسكت ضبط النفس انا كنت فرمتها. وبنشوف برضو الفنانه حنان مطاوع اللي هتكون قايمه بدور زمزم الدباح، وانا بعتقد ان هي هتكون اخت حمزه الدباح. اعمل نفسك غلبان وانت جامد. بس ما تعملش جامد وانت غلبان. وانا بعتقد ان هيبقى في نوش ما بين زمزم وبدير عمرو عبد الجليل، وبنشوفها وهي بتديله بالقلب. بدير حطيتني في انا حامل من اكتر راجل كرهته في حياتي كفه، وحطيت امي واخويا في كفه وانا اخترتهم هم. وبنشوف برضو مصطفى خاطر اللي هيكون قايم برضو باخ لحمزه الدباح. حمزه الدباح هيكون ليه اخ ياقوت الدباح واخت حنان مطاوع لزمزم، اللي من الواضح وخلال اللي شفناه في الاعلان ان ياقوت وحمزه اخواته، ان في بدايه المسلسل هيكونوا مع بعض وظهر في ظهر اخويا والكلام ده كله، لكن مع مرور الاحداث هينقلبوا على بعض. وده اللي شفناه في الاعلان لما ياقوت مصطفى خاطر يقول ان حمزه اخويا بس احنا اعداء. الرزاق باعت لك ملاك ب100 أسد. ايه المصلحه؟ حمزه اخويا بس عدوي. وده اللي هنشوفه في المسلسل، هل فعلا هيكونوا اعداء ولا خطه متفقين عليها وهتتغير الاحداث؟ كل ده هنعرفه خلال حلقات واحداث المسلسل. انت عارفه الشروع في قتل عامل كام النهارده؟ معرفش بس الدنيا غليت اليومين. الاعلام بيمشي ان احنا بنشوف سلسله من الصراعات والمطاردات. انا معتقد ان احنا برضو هنشوف رحله صعود حمزه الدباح من الفقر للغنى للعصابات اللي هيكون بتطارده او اللي هيكون منضم ليها. فلوسي فين يالا؟ واضح ان في واحد هنا قلبه ميت. ومش هتبقى رقبتك لوحدك. طبعا شفنا كمال ابو ريا. انا جاي لك بخير كتير قوي.